أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات حدث بالفعل. تبقى عبارة عن قصة طويلة شوية، أحداثها كلها حقيقية، بتحكي بالتفاصيل غير أحداث حقيقية. هنبتدي في قصة ويا رب تعجبكم. قصة بدأت بسفرية لإسكندرية، تحديد المكان فين؟ شارع خالد بن الوليد. المجموعة اللي كانت طالعة عبارة عن والدي ووالدتي وأنا، بنت خالتي وخالتي. كنا واخدين طالعين 3 أيام، ونزلنا من غير حجز ومن غير حاجة. احنا رحنا هناك وقلنا هنشوف أي سمسار أو نشوف أي حاجة وناخد منه شقة. والموضوع كان هيبقى سهل لأن كانت لسه في الدراسة لسه شغالة، فالعملية كانت مش هتبقى صعبة. أنا فاكر ساعتها إن كان سني بتاع 12 سنة، خالتي 10 سنين. برغم إن كان عدى على الموضوع ده وقت، بس أنا فاكره بكل تفاصيله كأنه حصل امبارح. يمكن اللي احنا تعرضنا ليه هناك من شوية، فعشان كده فاكره. شوية ولقينا والدي واحنا واقفين منتظرين جايب راجل كبير، من الواضح إن ده السمسار. الراجل خدنا لحد العمارة وراح مطلع المفتاح لوالدي وقال له الشقة في الدور الخامس، هتلاقيها على ايدك اليمين أول ما تطلع السلم. خلاص تمام. طب انت مش طالع معانا؟ قال لا، انا تعبان والله مش هقدر اطلع وانزل يعني اعذروني عشان خاطر سني، والشقة لو فيها اي حاجة عرفت مكان المكتبة يا استاذ تقدر تيجي. خدنا المفتاح وطلعنا. منظر العمارة اصلا كلها على بعضها يقبض القلب، تحس انها مهجورة، مفيش حد دخلها من زمن. الادوار كلها ضلمة، مكونة من 7 ادوار والادوار كلها ضلمة، مفيش لمبة واحدة تنور ممكن توريك انت رايح فين. كانت الدنيا لسه نهار ومفيش مشاكل. أول دور يعني نوعا ما تحس إن في إضاءة داخله خفيفة، بعد كده فعلا ضل. استعنا بتليفونات عشان ننور وعادي، وبعد كده نبقى نتصرف. الشقة من جوه عبارة عن أوضتين، أوضة يمين وأوضة على إيدك اليمين وأوضة على إيدك الشمال. صالة، الصالة طالع منها طرقة صغيرة كده، الطرقة دي بتوصلك للحمام. تمشي قدام شوية تاني في الطرقة تلاقي المطبخ بتاعه ليه بلكونة. الشقة من جوه نضيفة، برغم إن البيت تحس إن هو مهجور، بس الشقة نفسها من جوه نضيفة، فكده تمام. ترويق على بسيط كده، وقررنا إن احنا هننام شوية عشان نرتاح من السفر، وبالليل ننزل نخرج ونقضي حياتنا عادي. والدي ووالدتي وأختي سنها 3 سنين خدوا الأوضة اللي هو على اليمين. الأوضة كانت عبارة عن سريرين ليها بلكونة وتلفزيون، وأنا وخالتي وبنتها خدنا الأوضة اللي على الشمال، عبارة عن سرير كبير، دولاب كبير، دولاب منظر لوحده أساسا مرعب. تقول لي ايه اللي يخوف في الدولاب او شكل الدولاب؟ اقول لك ما اعرفش، بس هو شكله لوحده فعلا بجد مخيف. دولاب مخيف جدا. حطيناش في دماغنا ودخلنا وريحنا والموضوع ماشي تمام خلاص. نزلنا بالليل، مشينا، مفيش اي مشاكل، واحنا طالعين كنا عاملين حسابنا. جبنا شمع عشان ننور بيه، مفيش حل غير كده. بعد اللفة والهدة خلاص احنا هننام، الصبح بقى ننزل عشان نروح بقى نصحى بدري نروح البحر ونلحق اليوم من اوله. احنا رايحين بتاع 3 ايام، مش اسبوع ولا 10 ايام، فلازم نلحق الايام بسرعة. دخلنا ننام.
صحينا على صوت خالتي وهي عمالة تقول مين اللي بره، مين اللي بره، ومحدش بيرد عليها. قالت في ايه؟ قالت في صوت رجل راحة جاية في قلب الصالة، أنا حبيت بس أعرف مين. وعشان ما تخوفناش قالت لنا أكيد هتلاقي حد منهم قام أو حاجة وما سمعنيش وأنا بنادي، فكملوا نوم عادي ومفيش حاجة. نمنا. لكن أنا صحيت على صوت والدتي وهي بتناديلي، ومن كتر تكرار الصوت ومن كتر وضوح الصوت فأنا قايم وبرد عليها. بصيت حواليا مفيش حد، ما شغلتش دماغي ونمت تاني. لكن صحيت على صوت بنت خالتي وهي بتتكلم وبرضه عمالة تسأل مين. أيوة يا خالته عايزة ايه؟ فبسألها بقول لها يا بنتي محدش ندى ومحدش قال حاجة، انتي بتكلميني؟ قالت لا والله مامتك كانت بتناديلي، ولما صحيت بدور عليها وببص عليها ملقتهاش، بس صوتها كان في ودني وسامعاه بوضوح اللي هو صحاني. بصراحة خالتي كانت سامعانا وعاملة إن هي مش سامعة، يمكن عشان ما تخوفناش، لأن احنا ما كناش مستحيل إن احنا نخاف أكتر من كده. لكن برجوعنا للنوم تاني وصحينا على صوت الباب اللي بيتفتح، فده ما ينفعش فيه إن احنا ما نخافش. لما تسمع صوت الباب بيتفتح قدامك ورجل بتتحرك جوه الأوضة اللي انت نايم فيها ومش شايفها، صوت الدولاب بيتفتح قدامك وانت برضه مش شايف مين اللي بيفتحه ومش شايف اللي هو بيتفتح أصلا، ففي حاجة غلط. ان اللي بيبقى ماشي ده زي ما بيفتح الدولاب بيقفله وبيرجع تاني ماشي ويقفل باب الأوضة وانت سامع كل ده لكن مفيش حاجة قدامك بتتحرك، فكده في حاجة غلط. عدى اليوم صحيين وجينا تاني يوم، كان لأول مرة نشوف جثة حد قدامنا. اللي حصل ان احنا نزلنا البحر، كانت لأول مرة الموجة بتبقى عالية بالطريقة دي، ولو قلتلك ان في 5 حالات غرق حصلت في اليوم ده بس ممكن تفتكرني كده. اللي خلينا مشينا من على البحر ان هما كانوا مطلعين جثة شاب وكان غرقان وكان قدامنا. فطبعا بعد ما شفنا الموقف ده فكل قال لك خلاص احنا روحنا وقعدنا. والدتي دخلت تجهز الاكل وخالتي وقفت في البلكونة بتاعة المطبخ، ليه بقى اذا كان الهدوم بتاعة البحر بتتنشر انتوا عارفين الموضوع ده. وفجأة لقينا ان والدتي طالعة وخالتي طالعة بعديها والاتنين زعلانين من بعض، ان كل واحدة فيهم بيتكلم التانية والتانية ما بتردش عليها، مع ان هما الاتنين في مكان لو كل واحدة بتتكلم مفيش حد واحدة هتسمع التانية لان في مسافة ما بينهم، بس كل واحدة كانت بتحلف وبتأكد ان كان في حد واقف وراها وسمع صوت نفسه وعمالة تكلمه وما بيردش. ولما جت تتلفت وراها ما لقيتش حد، ولما رجعت تاني كانت سامعة صوت خطوات وراها. الموضوع ما وقفش لحد كده، لا ده وصل معايا لدرجة ان انا وانا بستحمى جوه في الحمام انا سامع صوت حد في قلب الحمام نفسه معايا. كنت الاول فاكر الموضوع حد بيخوفني، لكن لما دورت والحمام بالنسبه لي كله مكشوف فمفيش حد بيخوفني، وكررت نفس الموضوع بتفاصيل مع بنت خالتي. اكيد مهما هتحكي فانت كده كده متصدق لان الكل بيمر معاك بنفس الموقف، فمش محتاج ان في حد هيكدبك، فبتحكي وانت خايف ونفسك اللي انت بتحكيه ده حد يقولك لا انت بيتهيألك، لكن كله بيحصل له نفس الحاجه فمحدش قادر يقولك لا انت بيتهيألك. عدى اليوم وجي بالليل بنفس تفاصيله، نفس الرجل بس المرة دي بقت زيادة في الصالة، ناس بقت بتجري، أصوات بقت بتعلى وبتزعق، انت خايف تتحرك من قلب الأوضة، انت سامع رجل
والناس بتزعق في قلب الصالة، انت مش عارف دول مين، وباب الأوضة صوته بيتفتح وعمال يتقفل، والدولاب صوته بيتفتح وعمال يتقفل، انت في رعب. فخلاص احنا مش هننام، احنا هنقعد كلنا في أوضة واحدة اللي هي فيها البلكونة دي الوالد والدتي قاعدين فيها، ومش هننام، احنا مش هننام خلاص. وعشان تحاول ان انت تقلل الرعب، فما كانش قدامك غير ان انت تشغل قرآن في قلب المكان. لكن اللي يرعبك اكتر ان كل الشبكات بتاعت القنوات شغالة الا شبكة القرآن مش راضية تلقط معاك خالص، جايبة اللي هو الوش بتاع الارسال. تاني يوم الصبح جه تليفون لوالدي ان هو لازم ينزل القاهرة حالا، لو ما نزلش هيتضرب في شغله. فما كانش قدام حل غير ان هو ياخد بعضه ويمشي، واحنا كده كده هنقضي الليلة وهنمشي تاني يوم. حاول كتير يعني اللي هو ما ينزلش، بس كان فعلا الموضوع بالنسبة له صعب، ونزل. وأصبحت أنا ووالدي، أنا ووالدتي وخالتي وأختي بنت خالتي قاعدين في الشقة. الرعب بقى بيزيد، فقررنا ان احنا هنفضل طول اليوم برا من الشقة دي خلاص، وهنيجي يا دوبك على النوم ساعتين ولا حاجة، وتاني يوم الصبح ننزل بدري ونمشي. فنزلنا وطالعين كالعادة معنا الشمع، طلعنا وكلنا خلاص نايمين في أوضة واحدة، الشقة كلها منورة. من هنا بدأت القصة تقلب على كوميدية شوية، بس لو كنت عايش في تفاصيلها هتعرف ان هي مرعبة بجد. خالتي قررت ان هي مش هتنام، هتخش تقعد في البلكونة بتاعة الأوضة وخلاص، ودخلت شوية. والليل كل ما ده عمال بيخش، كل ما الليل بيخش انت سامع صوت خطوات في قلب الصالة، تقدر تقول بقى أمر طبيعي بالنسبة لنا. لكن اللي مش طبيعي قعدت خالتي في البلكونة ان يبقى فيه جيرانهم، جيراننا في الشقة او في البيت اللي جنبنا، ان هم اول لما يشوفوا خالتي منهم واحدة تبدأ ان هي تصوت وتقول دول رجعوا يظهروا تاني. بعديها بشوية مجموعة شباب في البيت اللي في وشنا يحصل معاهم نفس النظام، ان هي خالتي قاعدة في الضلمة فمش باين مين اللي قاعد. في وسط الموضوع كل اللي بيخش يشوف ان البلكونة دي فيها حد والدنيا ضلمة يقول لك ده هم رجعوا يظهروا تاني في قلب المكان. طب هما مين اللي بيظهروا وازاي بيظهروا؟ طب ايه حكاية الشقة دي؟ وصلنا لتاني يوم الصبح، كان اليوم عدى، وبصراحة ما كناش حابين نمشي كده وخلاص، فكان لازم يبقى لنا قاعدة، بس مش مع السمسار، لا، احنا مع البواب اللي جنب العمارة اللي جنبنا. وسألناه، دخلت حكيت له، قالت له في كذا كذا، وكل ما حد يشوفني يقول ده ابتدوا يرجعوا يظهروا تاني. مين اللي بيظهر؟ لا، العمارة دي مقفولة بقالها أكتر من 10 سنين، وقبل ما تتقفل أصلا كانت عبارة عن يعني تقدر تقولي وقر كده كانوا بيستخبوا فيه التجار بتوع الحشيش ودخلت الحكومة وقتلتهم كلهم ماتوا فيه. من بعديها بقى بيحصل حاجات غريبة أوي، في ناس كتير أوي قالت إن هي كانت بتشوف حاجات وخيالات بتظهر من الشبابيك والبيوت ومن البلكونات. فيمكن لما انت كنت قاعدة في البلكونة افتكروك حاجة. الموقف بعد ما عدى كان الموضوع ممكن تقعد تتكلم فيه وتضحك، لكن في وقتها كان صعب ان انت تضحك. لما تبقى انت عرفت ان انت كنت قاعد مع حاجة فعلا كانت بتضر، لا، ما
وكمان كانت بتظهر. وبكده نكون خلصنا قصتنا النهاردة، ويا رب تعجبكم. ولو أول مرة تشوفنا فياريت تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم سامح بتاع العفريت.